صباح الورد، يا صباح النور، يا صباح الحب. شوفوا، أنا دائما أعطي الناس رسائل. في ناس تفهمها غرور، سبحان الله، وأنا دائما أحب أساعد الناس كيف ترجع علاقتها مع نفسها، يعني كيف تبنين علاقة صحية مع نفسك، كيف تعلمين تعيشين الحياة بطريقة. والله يا جماعة، قسم بالله العلي العظيم، والله 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 أشوف يعني ناس تحط في الأهداف حقتها، أوكي، يعني شوفوا المادة مهمة، بس خلنا أشرح لكم شغلة. في شيء مرة مهم في موضوع المادة، مرة 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 مهم، إن المادة هي اللي تخدمها مش أنت اللي تخدمينها. يعني أنا أوكي أشتغل وأتعب مو عشان كل راتبي أحطه في ساعة، في شنطة، في، عرفتوا؟ أوكي، كل شيء حلو في الحياة، بس كل شيء حلو بتوازن. توازن توازن توازن، ما أخلي هدفي والمثالية دي خربوطة. لا تصدقين، ما في أحد في الحياة دي مثالي، ما في علاقة في الكرة الأرضية مثالية، ما في أحد في الكرة الأرضية دي، أنا بقول لك إياها مثالي. يعني مثالي كيف؟ يعني 24 ساعة متفقين، حياتها كاملة وعيالها كاملين طول الوقت. ما في المثالية دي خدعة. احنا من زمان كانت الناس تعيش عشان بس ترتب قوت يومها، اوكي. الحين سبحانك يا ربي صارت تعيش عشان الله العلي العظيم، قسم بالله العلي العظيم، من اشتغلت أعرف الزبون اللي جاي يبي ياكل، يبي يشبع، يبي يسد جوعه، يبي يستانس، وأعرف الزبون اللي يعني حتى لما أروح مطاعم اللي رايح يصور، اللي لا هذه أكلته ولا هذا اللايف ستايل حقه ولا هو متربي. يعني خلنا بحكي لكم هالسالفة. هذا كان يا مكان في قديم الزمان، في سالف العصر والأوان، واحد يعني تربى كذا، فجأة قال أنا أبغى واحدة ما زي أهلي. أهلا كذا يعني ملتزمين وعندهم نمط في الحياة، خلاص هم نمطهم. هو قال لا، أنا يعني بتزوج واحدة غير أهلي، يعني عكس أهلي. إذا أهلي يغطون أبي واحدة تكشف، إذا أهلي كل شيء بعكس. بس هو طبعا متبرمج ورابي على شيء معين. لما جاء وتزوج أخذ اللي هو يبغى، طلب بالضبط بالملي بالشكل ما قدر يعيش، ما قدر. ليه؟ يعني خذي واحد نفس عاداتك. شفتي أنت يعني في أشياء مهمة جدا المتزوجين ما يحكون فيها، وهي أهم. وش ترجعون له؟ يصلي في المسجد، يدخن، في أشياء أهم. واحد حياته كلها بالليل وانت حياتك في الصباح، شلون تعيشون مع بعض؟ واحد أهم ما على حياته أصدقائه، وانت إنسانة تبين واحد بس طيب تحطينه وتفرجين عليه، أو هو العكس، أو هو ما يبغى صديقات. أنا ما أتكلم يعني كلامي مجازي، كلمة مجازي معناته واحد يحب يعني حياته كلها يحب البراندات، هو يعيش عشان يعني ما يهمه يلبس لبس نظيف وحلو، لا أهم شيء يكون براند، حتى لو ما عنده، لو يتسلف، لو يشتري مثلا بالعيد بدل ما يشتري دولاب يشتري قطعتين، خلاص هذا التارجت حقه، هذا الهدف. تقومين انت تاخذينه وانت انسان لا تحبين تعيشين ببساطه، تحبين تعيشين بحريه، تحبين. شفتوا ذي الاشياء الصغيره، شفتوا الاشياء اللي انا احب اصحى امشي اروح اجي، احب في السفر ما ادري ايش احب. احنا ما نحكي في الاشياء. انا اذا عصبت يطلع مني كلام مره سيء، ممكن ما يكون قصدي. فالشخص اللي بيعيش معي لازم يعرف طباعي. احنا ما نحكي في هالطباع، يعني ممكن اقول كلام سبحانك يا رب اصير وحش. دقيقة احط بيضتين وزيت وحليب. فكل واحد فينا
طيب ما يتكلم بالأشياء الحقيقية، يتكلم في أشياء غير حقيقية. انتوا لاحظوا أي اثنين مخطوبين لو يقعدون 10 سنين مخطوبين، طيب مستحيل يتكلمون في أشياء. فرشات الأسنان وين تحطها، أنا أصحى الصباح ولا أصحى بالليل، أنا طبعي كذا أنت طبعك كذا، أنا يعني الأشياء الصغيرة دي هي اللي تسوي العلاقة. عرفتوا؟ هنا حط كم لكل واحد كوب ملعقة كبيرة بيضة، صح؟ بيضة، نشوف البيضة ايه في كل واحد فينا. اوكي، ما نقول للبعض الحقيقة، تلاقونهم يلفون ويدورون على بعض، وهي تسوي نفسها مثالية وهو يسوي نفسه مثالي. تلاقون ما نحكي بالحياة. والله أنا إنسان يهمني كذا، أنا إنسان يهمني كذا. أحس إني كثرت، صح؟ أنا إنسان، لا ما نحكي بهالأشياء، نحكي بأشياء ثانوية ما تقدم ولا تأخر. وش يرجعون له؟ وش هم من مين؟ هم أنت بتتزوجين القبيلة حقته؟ سؤال. وش الفايدة؟ في بعض الناس يصلي وما يخاف الله في الحرمة، وش الفايدة؟ اوكي، في ناس كل شيء عنده مثالي، بس المرأة عندها ولا شيء في الحياة. خلاص هي تمشي من تحت أمره. نظرته للمرأة تربى على أن المرأة دي تشتغل عنده، يعني زي اللي تشتغل عنده، يعني ما في أي، وأنه هو لازم كل شيء، وأنه هو واحدة تحب السفر تتزوج واحد ما يسافر، واحدة تحب الشوبينج تتزوج واحد حريص، واحدة تحب لأنهم هم يوم جو يتزوجون طيب اهتموا في أشياء. أدري كلامي ما حيعجب ناس كثير يعني. يا شيخة شفتي أنتي تنامين على اليسار، على الجهة اليسار وهو ينام على اليمين؟ شفتي التفاصيل الصغيرة دي اللي الناس تشوف ما لها معنى، سخيفة، طيب مهمة. عرفتي؟ أحسه خفيف، ماني سويت نفسهم مكتوب، صح؟ ما أدري والله. جيبي لي حليب باودر حبيبتي. يا ربي، يعني والله أحس كذا يا الله. وحتى بقول لكم شغلة، في أوقات ترضين في أشياء بس أنت تتغيرين بعدين، شخصيتك تتغير. يعني في أوقات هذا الشخص مرة يشبه لك، بعدين فجأة تقولين لا مو أنا. عرفتوا؟ أنا كنت كذا. افتحي، أيوة شوفي، حطي لي علبة صغيرة عندي، ها بعدين. أنا من زمان كان عندي عادات كثيرة، الحين ما أقدر أنا ما عندي حليب فحطيت موية وبحط حليب باودر، ما أقدر الحين عليها، ما أقدر. أنا عندي فرط نشاط، ما أعرف أقعد في مكان كذا، لازم طول الوقت أتحرك. فالشخص اللي يرتبط فيني لازم يعرف إني أنا عندي فرط نشاط، وإني أنا مستحيل أستنى أحد يسوي لي أغراضي. يعني أنا ما أعرف أقعد شخصيتي أنا ضحى، ما أعرف أقعد ولا دقيقة، ما أعرف، وما أستانس بالجلسة. في ناس أحلى ما عندها تقعد، أحلى ما عندها تقعد، والقهوة تجيها وأغراضها تجيها. أنا ما أعرف، خلاص تعرفوني أنا إذا قعدت أمرض. بسم الله على قلبي الرحمن الرحيم. ما أعرف أقعد، تخيلوا، ما أعرف، أحس عقوبة بالنسبة لي الجلسة. عرفتوا؟ أحس كأن أحد قاعد يعاقبني في الحياة إني أجلس.
نسوي البيض ولا نسوي البانكيك؟ خليها كذا، نسوي بيض بالسمنة وخبز فريش وبانكيك. حبيبتي حطي جبنة بيضة هذه مع حبة سودا شوية. أحلى فطور، أحلى فطور في الدنيا اللي أنتوا تسوونه بيدينكم. عرفتوا؟ نخليها لمرة تصير حارة. هذه المقلاة من هوم سنتر طلبتها، أنا شارية زيها من تابولا. يا سلام، يحطي بس كذا قطعة بس حق سلطان، بس اي قطعة. عرفتوا اللي مرة حلوة، بس لازم المقلاية مرة تصير حارة. خلاص كذا، خلاص. ايه بيض مقلي بالسمنة. المثالية دي كل واحد ينتقد الثاني، كل واحد يدور الثاني على غلط، وكل واحد يستنى زلة الثاني. ما تعيشون مع أي أحد، ما حد مثالي في الدنيا. الحين إيش حسوي أنا؟ الله على ريحة البيض، أحلى ريحة في الدنيا. هنشيل مقلاياتنا هذه نديها ورا شوية الكواليس، ونجيب مقلاية ثانية. ايش؟ خلينا بيض على النار هادية. ماما كيف تحبي البيض حقك؟ نص استوى. بعدين نجيب خبازاتنا. شو هالحكي؟ يلا حبيبي، ونصير عمليين واقعيين، نصير نحكي في اشياء مهمة. يلا ها، خلصت الكل، سويت لك احلى فطور وخلصنا فطورنا. سوينا البانكيك، قلينا البيض، عملنا خبزاتنا. الله يا سلام، سلمى احلى من كده ما فيش. بانكيك هدوا النار وخلوا على النار هاديه. والله صدق صدق يا جماعه لازم نصير صادقين مع انفسنا. يعني الكذب عندنا يا اخي، تلاقون واحد يعني مش كذا هو ويمثل. لا تمثل، هذه حياه، هذا عمر. الزوجين مو شخص يستحون من بعض، الزوجين يعني شخصين بيعيشون مع بعض. عرفتوا شو بيعيشون مع بعض؟ يعني من تصحى لين تنام وهي بوجهك وانت بوجهها، تكذب عليها وتكذب عليك، وكل واحد يعيش حياته. اذا انت ما بعمرك سافرتي، ما بعمرك رحتي، ما بعمرك، ولا هو بنفس الشيء، يعني يلفون ويدورون على بعض. بعدين طيب هذا زواج، هذه حياة، هذا بكره بتجيبون عيال. سؤال، بتربينهم على كيفك ولا على كيفه؟ على تربيتك ولا على تربيته؟ على اللي أهلك ربوك ولا اللي أهله ربوه؟ على تربية مين بالضبط؟ الله على البيت، الله الله يا مرسي، الله. سيباني أبطلي فك بس. يا سلام، احترقت خوفي. شفتوا زين كذا؟ هذا مثل البلسم على الجرح. هذا طال عمرك صرت وجعان، هذا طال عمرك اللي يبري العله. هذا بس شوفته بدون ما يحكي.